تسمية المدينة. أصل اسم مراكش إلى الكلمة الأمازيغية أمور نياكوش أي بلاد الله، حيث يستعمل الأمازيغ كلمة تامورت أو أمور التي تعني البلاد كثيرا في تسمية البلدان والمدن. وما زال الكثير من العرب وآخرون يسمون المغرب بمراكش، وتدعى كذلك مراكش أو مراكش، ومعناها سور الحجر أو مدينة الحجر، وهي قاعدة الحصينة. تاريخ المدينة. عصر المرابطين. يعود تاريخ مراكش إلى بداية قيام الدولة المرابطية، حيث كانت بلاد المغرب الأقصى جنوب وادي أم الربيع أراضٍ واسعة دون تنظيم إداري أو مراكز حضارية ذات شأن، فيما عدا مجموعة واحات تافلت وأكبرها سجل ماسا، وكانت تلك النواحي تعرف في جمالها ببلاد السوس. وكان أبو بكر بن عمر قد تبين بعد أن دخل وادي تنسيفت واستقر فيه أن هذا الجزء الشمالي من أملاكه غير آمن أو محاصن، وأنه يحتاج إلى قاعدة تكون حصنا للصنهاجيين الصحراويين الذين كانوا مهددين بالأخطار من الشمال من ناحية برغواطة، ومن الشرق من ناحية بني زيري أصحاب قلعة بني حماد. كما أن قبيلة مغراوة الزيناتية كانت تبسط سلطانها على مدينة فاس وحوض نهر سبو. وقد قضى المرابطون الأوائل على سلطان الزيناتيين في سجل ماسا، وتقدموا نحو بلاد المغراوة، ومن ثم كان لابد لأولئك الصحراويين من قاعدة يتركزون عليها. تلك كانت الأسباب التي حفزت أبا بكر بن عمر إلى التفكير في إنشاء قاعدة الحصينة مراكش. وقد اختار أبو بكر بن عمر لمدينة أو قاعدته موقعا إلى جنوب السفوح الشمالية لجبال الأطلس وسط سهل يشقه المجرى الأعلى لنهر تنسيف. أسوار مراكش. اختلف المؤرخون حول تاريخ بناء أسوار مدينة مراكش، إلا أن أغلبهم يرجع ذلك إلى ما بين 1126 و 1127 ميلادي.